الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية العليا ومجلس النواب على قدم وساق لإعداد القانون، وقال أنا عندي دراسات وعندي كل حاجة معدة وسوف يصدر القانون. بعد أسبوعين أو 20 يوم عدوا، هم بيقولوا يمكن في شهر إبريل يطلع. هو لازم القانون يطلع قبل 30/6 ويتوافق عليه ويصدق عليه عشان التنفيذ في 1/7 زيادة القيمة الإيجارية زي ما قالت حكم المحكمة الدستورية قال. وده آخر دور انعقاد لمجلس النواب، وبعد كده هيتم انتخابات جديدة، فلازم يصدر قبل. والدور ده هيخلص امتى؟ الدورة دي هتخلص هتخلص 30/6 أو في شهر 7. فإنما الحكم ملزم 1/7. هيبدأ لو مجلس النواب ما طلعش القانون هياخد الناس وهيبقى في فوضى، وهنبقى هنحمل القضاء عبء عليهم والمواطنين عبء عليهم، وهنروح كلنا المحكمة. كل مالك عنده بيت هيروح المحكمة عشان يزود القيمة الإيجارية، وخبرة ومش خبرة وشغلانة. مجلس النواب يعلم ذلك والدولة تعلم ذلك، وهم على قدم وساق عشان يردوا على الناس دي. وإشاعات طلعت كتيرة جدا، والإشاعات دي مش هتسكت إلى أن يصدر القانون ويتطبق ويتصدق عليه. فبقول للناس نهدى الملاك ونرد بالقانون، ونرد. احنا في دولة، ودولة مؤسسات، ودولة فيها ناس كبار. رئيس مجلس النواب هو رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ويعلم ذلك. عدم يعني ايه مخالفة ان هو ما يردش على حكم محكمة دستورية عليا؟ ده حكم ملزم للدولة وملزم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب. السلطة التشريعية هي مجلس النواب اللي بيشرع القانون، ده اختصاصها الأصيل. الحكومة ما قدمت لهاش مشروع مثلا في موضوع ما، هي تقدم مشروع من هي اللي تدرسه وهي اللي تصوت عليه، يعني ملزم. إنما الإشاعات طلعت كتير، مش هيقدروا ومش هيردوا القانون ولا 10 سنين. فبقول للناس دلوقتي الإشاعات موجودة على كل القنوات وعلى كل السوشيال ميديا والقنوات، واللي بيتكلم مش عارف حاجة، واللي بيتكلم وبيفتي، والإيجار هيزيد جدا، والإيجار من أول مارس و15%. واحد وعضو مجلس النواب بيرد على الجميع عشان كله يسكت، عشان كله يسكت. مفيش حد يتكلم مش حاجة مش عارفها. دي مصالح ناس، وانت بتأثر على أسرة قاعدة في البيت، إذا كان مستأجر أو مالك عايز حقه، وبتقول كلام مكسب إيه اللي أنت تكسبه، وهيكون على حساب آلام الناس. إحنا مش عايزين كده، ودي حاجة صعبة جدا. فعضو مجلس النواب طلع وقال نفس الكلام، يعني قال كلام يطمن الناس. ونقول كل اللي طلع عن ان مجلس النواب هيحسب الزياده الايجاريه بطريقه معينه، كل ده اشاعات، ولا هتطبق من يوم شهر مارس ولا 15% ولا 5 اضعاف. كل ده اشاعات. قال ايه عضو مجلس النواب عشان ما اطولش عليكم؟ فيما يخص تحريك القيمه الايجاريه للوحدات السكنيه ومدتها والزياده السنويه، قال ان كل هذه المسائل سابقه لاوانها. فهناك اطروحات عده، سواء من اللجنة النوعية المختصة بالإسكان أو اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية، وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان. واللجان لديها إحصاءات كاملة ودراسة بكافة أبعاد قانون الإيجار القديم. نسكت؟ ما نصدقش أي إشاعة؟ هم في ناس، بعض المستأجرين هم أغلبية، بيستفادوا من القانون ومش عايزين القانون يتطبق، وبيحاولوا يأثروا على مجلس النواب ويأثروا على الملاك ويعملوا، يعني مش عايز أقول إيه، يعني مش عايز أكبرها الموضوع أوي أوي. إنما هم يعني تأثيرهم إن هو يبقى فيه إشاعات وفي كلام كتير على الموضوع دوت، على أساس يحسسوا الدولة إن الموضوع ده يعني ما تتكلموش فيه دلوقتي، ده البلد محتاجة مش عارف أمن. لا 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 لا، كل ده كلام فاضي. والقانون هيتنزل وهيطلع وهيدرس من ناحية الوحدات السكنية والمحلات التجارية إن شاء الله. إن شاء الله
كنا نأمل، عشان اللي بيقول لي لا يا أستاذ حكم محكمة أنت بتتكلم في إيه والمحكمة الدستورية، إحنا بنتكلم عن حكم المحكمة الدستورية، هترد عليه مجلس النواب وهيعدل القانون كله، هينسف القانون من جذوره. كنا بنتمنى تحرير العلاقة الإيجارية ونبدأ من جديد بإيجار جديد. والله المالك المستأجر اللي عايز يقعد، اللي مش عايز يمشي، ورد الحاجة لأصحابها، وهيبقى في انتعاشة اقتصادية. مواضيع هتكلم عليها كتيرة أوي إن شاء الله. والدولة إزاي تستفاد من هذا القانون، وأنهي وزارة هتكسب في حالة إصدار قانون بتعديل قانون الإيجار القديم. إيه الوزارات المستفيدة في الحكومة من الزيادة ديت، واللي هتأثر إيراداتها بهذه الزيادة. معاكم مستمرين إن شاء الله. السلام عليكم.